يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الاقتراب كثيرا من حسم اللقب بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة ال18. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة ال21 لبطولة الدوري العام المصري يوم السبت القادم 8 يوليو في 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتربع النادي الأهلي على قمة ترتيب جدول المسابقة برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والذي لعب 3 مباريات أكثر من الأهلي، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة. وانتهت مباراة الدور الأول بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري بفوز الأهلي ب3 أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة. ويحتاج النادي الأهلي ل5 نقاط فقط للتتويج بلقب الدوري المصري رسميا دون النظر لأي نتائج أخرى، وفي حالة فوز الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة القادمة سيتبقى نقطتين فقط، وبذلك سيسعى النادي الأهلي لحسم اللقب في مباراة القمة القادمة أمام نادي الزمالك، حيث يتبقى للنادي الأهلي 6 مباريات فقط في بطولة الدوري المصري هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري والزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري البورسعيدي، بينما يتبقى لبيراميدز أقرب المنافسين 3 مباريات أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والأهلي. وأكد طبيب النادي الأهلي على جاهزية خالد عبد الفتاح للمشاركة في تدريبات الفريق بعد فحص اللاعب والتأكد من سلامته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.